القصة: الجوار أغلى من الدار. كان لرجل منزل وسط ليس بالفخم ولا بالبسيط، وكان لهذا الرجل جار غني لطيف كريم يحبه ويحسن إليه. فاستدان الرجل بديون كثيرة أثقلت كاهله حتى أجبرته على بيع داره التي طلب لها ثمنا باهظا. وعلم الناس بأن منزل فلان عرض للبيع، فجاءوا أفواجا ووحدانا ينظرون ويقلبون، حتى إذا علموا بثمنه انصرفوا من دون رجعة. وذات مرة حضر أحد المشترين وجعل يشاهد الدار ويتفحصها، ثم التفت إلى صاحبها وقال له: كم تطلب ثمنا لهذه الدار؟ قال صاحب الدار: ثمنها 1000 دينار. فأجاب الشاري: هذه الدار لا تساوي أكثر من 1000 دينار، فكيف تجرؤ على طلب ضعف ذلك ثمنا لها؟ قال صاحب الدار: اعلم يا سيدي أني لا أبيع داري فحسبوا ب2000 دينار، وإنما أبيع داري ب1000 دينار، وأبيع جوارها ب1000 دينار أخرى، وقد قيل بجيرانها تغلو الديار وترخص، وإن لي جارا كريما لطيفا محسنا، لذلك طلبت ثمنا لجواره، يحق لي أن أبيعه، وأنا مكره على بيعه، مثلما أنا مكره على بيع داري لأداء ديوني وقضاء حاجاتي. وعلم الجار الكريم بأمر جاره وما كان من عرض داره للبيع وطلبه ثمنا باهظا لها هو مزيج من ثمن الدار وثمن الجوار، فأقبل عليه وأعطاه ما يكفيه من مال لتأدية ديونه وقضاء حاجاته، وطلب منه أن يكف عن بيع داره وأن يبقى جارا له. فشكر الرجل جاره الكريم الجواد وأثنى عليه، وعدل عن بيع داره لحسن جواره.